ازيكم؟ عارفين ان اللي اخترع المكنسة الكهربائية كان هيتخنق ويموت ويروح في تيس وهو بيخترع المكنسة؟ لكن الحمد لله ربنا ستر. تعال اقولك اصل الموضوع في دقيقة. الشاب سيسيل بوث كان في قاعة الإمبراطورية للموسيقى في بريطانيا، وشافهم وهم بينظفوا القاعة عن طريق آلة بتعمل على دفع التراب بالهواء وبيستقر في صندوق خاص بالآلة. إلا إن بوث مقتنعش بالفكرة عشان التراب كان بيقع في الأرض ومش بيستقر في الصندوق. قعد بوث يفكر أيام وليالي يا ولداه، وبعدين توصل لفكرة جهنمية في إنه يسحب التراب في صندوق بدل الدفع. قوم عمل إيه؟ جاب أقمشة وحطها على شفته وبدأ يسحب التراب. يا ابن اللعيبة! بيقول بوث في مذكراته إنه كان هيتخنق، إلا إنه كان فرحان جدا بالنتيجة، وكلنا فرحانين الحقيقة بالاختراع العظيم اللي توصلت له يا عم بوث. إلا بس يا عم بوث، لو كنت كملت جميلك وعملت مكنسة بتشتغل سايلنت عشان ما تزعجش الناس النايمة، يبقى كان كتر ألف خيرك. يلا ما علينا، ملحوقة الاختراع الجاي إن شاء الله. وبكده توصل بوث إلى تصميم أول مكنسة تعمل بالشفط عام 1901، وخلصت الدقيقة، وسلام عليكم.